مساء الخير. ألف ألف مبروك للشعب السوري انتصاره على هذا الطاغية الدكتاتور. ده مش ممكن يكون مسلم أبدا، ولا الطائفة دي تكون مسلمة، ولا كان يعرف يعني إيه إسلام. إيه اللي إحنا يعني بتفرج اليومين اللي فاتوا على الفيديوهات بتاعت الشعب السوري، والله العظيم في قمة الحزن، في قمة الحزن. إيه ده؟ هو الشعب ده كان طالب إيه؟ كان طالب يعيش في سلام، في أمان. كان يعني انا قعدت مع اخواننا السوريين بعد الاحداث بتاعت 2012 والثوره. قال لك كل طالبينه التساوي مع الشيعه. كان الشيعه واخدين كل حاجه. قال لك اهل السنه طالبين تساوي مع الشيعه، مش اكتر من كده. لكن يتعمل فيهم ده كله؟ ايه الاجرام ده؟ ايه اللي حصل ليهم ده؟ يا اخي هو مش عارف اقول لك ايه. لك من الله ما تستحق. انا النهارده سمعت ان هو عنده كانسر، ونقلوه المستشفى بعد ما شاف قبر ابوه بيتحرق، وبعد ما شاف الاحداث وشاف انه اتفضح في كل حته، وانه خلاص مطالب انه ده مجرم حرب، بشار الاسد مجرم حرب، ومطالبينه هيتحاكم لازم يتحاكم. ببارك للشعب السوري، بقول لهم انت ما تفكرش تمشي من مصر. انت مصري، انت تقعد فوق راسي. انا مش هسمح كمصري انك تمشي او تروح في حته تانية او ترجع بلدك. دي بلدك، احنا اتعودنا عليك وحبيناك. انا بص واحد ضد اللاجئين ومش عايز اي لاجئ تاني غير السوريين. انا عايز السوريين بس، السودانيين والباقي ده كله اتكلوا على الله. بلدي وانا حر فيها بقى. لكن الا السوري الوحيد اللي جه مصر وضرب اكبر مثل للتحدي. بدأ من جديد. السوري بدأ من اول وجديد، من الصفر. صناعه، تجاره، ما شاء الله، ايد عامله، كله بيشتغل كبير وصغير. والله العظيم انا اشتغلت مع جماعه سوريين ربنا يمسيهم بالخير، وشركه من الشركات السوريه كانت بتصنع الازايز البلاستيك. ازازه البلاستيك كان بيصنع المكن اللي بينفخها، اللي بيعمل ازازه البلاستيك دي. والله العظيم قاعد معاه بيقول لي يعني انتوا حضاره 7000 سنه وتقولوا احنا فراعنه ومصريين، ومكنه فيها ايه؟ ده شويه حديد صاج على حساسات على مش عارف سخانات على مش عارف قوالب سي ان سي. بدينا نقلدهم كويس. احنا بدينا نقلدهم. صناعه المكن بدينا نقلدهم. السي ان سي بدينا نقلدهم. عملوا حاجات كتيره قوي، مصانع اكل وشرب وصناعات. لا لا لا، جم عايشين بخيرهم. والله جم، والله العظيم. وانا يشهد الله على هذا الكلام. ان في مره كنت يعني بتمشى في وسط القاهره، وجه واحد بيبيع اكياس عيش سوري بيعملوه، فجاي بيقول اشتري عيش. قلت له بص يا حبيبي، انا ما بشتريش العيش الابيض ده، ما بحبش اكله. فبطلع له فلوس حق كيس الخبز، فبطلع له فلوس. قال لي ما بريد عمي فلوس، انا بريد عمي فلوس، ما بريد مصاري، انا بدي تشتري مني. قلت له طب والله لا اشتري منك. شوف عزة النفس، ما قالش مد ايده لله. للاسف بعض من المصريين بدأوا يقلدوا اللغة. شفتهم، انا سوري وانا عايش ما بدي اكل. قلت له بلاش اللون ده معانا، بلاش اللون ده معايا. انت مصري وابوك مصري. السوري ايده نظيفه. السوري عمره ما نزل يشحت، ده بالعكس كان شغال. ده كان بينزل يشتغل. وعمره اللي كان بيصنع الحلويات ويبيعها في الشارع، الست السوريه، الابن اللي بيسرق، اللي ماشي بالعيش، كل واحد يشتغل كتيبه عمل، ناس نظيفه جدا. خش المطاعم السوريه، خش اي مكان سوري، عالم عندها نظافه نظافه نظافه، وعالم محترمه، وشعب نظيف جدا. انت مش هتمشي من مصر. انت قاعد، انا فاتح لك بيتي كله ليك. واللي يقول لك امشي قول تعالى عندي، انا قاعدك عندي، وخلي حد يكلمك. الشعب السوري اخويا وحبيبي، وان شاء الله هنروح سوريا ونروح نعمرها، وكلنا معاكم هنعمرها. مش عايزين منكم حاجه، هنعمر سوريا وترجع تاني احسن من الاول. وسوريا ان شاء الله، سوريا ومصر مع بعض اخوات، ودولة ان شاء الله مع بعض، هيفضلوا مع بعض، وهتبدأ سوريا حرة مستقلة، ومفيش تقسيم لسوريا. وان شاء الله ربنا يحميها ويحفظها ويحفظ كل سوري. وانتوا على راسنا، وكل بيوت المصريين مفتوحه لكم. كفايه احنا شفنا منكم خير، تعلمتونا حاجات كتيره. العراقيين جم
بعد احتلال الخليج وصدام والكلام ده وامريكا، والله كانوا قاعدين بيشحتوا، ما عملوش زي ما عملوا السوريين. السودانيين هم اهو، انا بقولها اهو، عارفين منهم، يا رب يخلص منهم، يا رب عايزينهم نمشي. انا بقول اهو، انا مش عايز سودانيين ولا عراقيين ولا يمنيين، انا عايز بس السوريين يفضلوا، السوريين هم اللي يفضلوا. يا اخي علمونا الصناعه والنظافه وعملوا احلى اكل واحلى حاجه، والله العظيم شفنا منهم خير. انت مش هتمشي يا سوري يا اخويا السوري، والله ما انت ماشي، وعلى جثتي لو مشيت، وافضل معاك، وهنفضل كلنا ايدينا مع بعض. ربنا يحميكم والف مبروك، وان شاء الله الحق هيجي. وانا هو بقول اهو، انتوا هتبنوا في سوريا اقل من 5 سنين هتبنوها، وهتبنوا لها جيشها، وهتبقوا درع وحمايه ليها. بس خلي بالكم من الشيعه وايران. الشيعه، وانتوا جربتوا الشيعه وايران عاملين ازاي؟ السم القاتل، الشيعه والايرانيين اكبر سم قاتل، خلي بالكم منهم، والله خلي بالكم منهم، اتخلصوا منهم. وللاسف في شيعه دخلوا مصر مع السوريين، دخلوا مصر وقاعدين ومتجوزين، ولو عرفت واحد شيعي سلموا، دول اخطر من اليهود. وربنا ينصر اهل السنه المسلمين، وينصرهم في كل مكان على اعداء الدين. وبقول لكل سوري، انت فوق راسي، انا مصري بقول لك انت فوق راسي، وشايلك فوق راسي واخويا، ومش هتمشي. انا عايزك بمصانعك، بمطاعمك، بمحلاتك، تعالى او لو مش عاوز، بيتي مفتوح، انا فاتح لك بيتي، بقول لك اهو، تعالى بيتي مفتوح ليكم، وهجيب لكم بيوت مصر كلها تقعدوا عندها. ده انتوا اخواتنا، وان شاء الله هنروح معاكم نعمر سوريا، ونبقى فرحانين بوحدة سوريا، واللي هتفضل طول عمرها سوريا الجميلة بكل محافظاتها. تحيا مصر وتحيا سوريا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.